يلا بينا نعمل شوية وصفات معجنات مجمعة كده قمر. يلا بينا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش. ويلا نشوف المعجنات بتاعتنا، مجرد نص كيلو دقيق وربع كيلو دقيق على حسب الوصفة. هنعمل المعجنات القمر الجميلة دي، بنشتريها من بره بمبالغ قد كده. معايا 3 كوبايات من الدقيق، معلقة ونص من اللبن البودر، 3 معالق من السكر، معلقة صغيرة من الخميرة، رشة من الملح، وهقلبهم كويس قوي مع بعض. هنزل عليهم ببيضة وباكت من الفانيليا و3 معالق كبار من الزبدة. هقلبهم كويس قوي مع بعض، وهنبدأ نعجن بمية دافية لحد لما تديني عجينة طرية وما بتلزقش. تمام كده. هفضل اعجن فيها كويس جدا لحد لما تديني عجينة طرية وناعمة كده. هبدأ ان انا اغطيها واسيبها تخمر، وبعدين بعد كده هبدأ اجهز الحشوة معانا. معايا سكر بودر، معايا معلقة من النشا، معايا كاكاو وقرفة. هبدأ ان انا اقلبهم مع بعض وهركنهم على جنب. معايا بقى الصينية اللي انا هعمل فيها. تقدروا بقى تحطوها من تحت، تدهنوها زبدة وترشوا رشة من الميكس اللي احنا بنحشي بيه ده، اللي هو عبارة عن قرفة، نشا، كاكاو، قرفة وسكر حبيبات. تمام كده. بعد كده هبدأ اجيب العجينة بتاعتي وابدأ افردها واخلي السمك بتاعها تخين شوية، ما رققش العجينة قوي. بعد كده هبدأ ان انا ادهنها بالزبدة وابدأ ان انا ارش الحشوة بتاعتنا. وبعدين بعد كده هبدأ اقطعها زي ما انا عايزة بالحجم اللي انا عايزاه. هبدأ ان انا اخد الطرف بتاعها واحطه تحت العجينة علشان ما يبدأش يتحرق مني من تحت. انا هنا عجنت عجينة تانية وعملت صينية كمان. نفس اللي عملتها في الاولى هعملها في التانية. هبدأ ان انا احط الحشوة الزبدة واحط عليها السكر والقرفة والكاكاو والنشا. لو مش حابين تضيفوا النشا عادي، ممكن مش تضيفوها. هبدأ اقطع السينابون بتاعنا، وابدأ ان انا اسيبه يخمر، وهجهز الصوص معايا. معايا كوباية صغيرة من السكر البودر، معايا نص كوباية من اللبن الحليب، وهبدأ احط عليهم نص كوباية من الكريم شانتيه، واي نوع جبنة عندك، سواء جبنة قريش او جبنة مثلثات او جبنة كريمي. هبدأ اضربهم كويس جدا بالخلاط. تمام كده. لحد لما يديني صوص، هتلاقوه خفيف في الاول شوية. مجرد بس ما تسيبيه في التلاجة هيبدأ يتقل معانا ويبقى قوامه تحفة. مجرد ما السينابون بتاعي يطلع من الفرن، لو احنا هناكله دلوقتي، هبدأ ان انا احط الصوص بتاعي، وهبدأ ان انا سواء عايزاه طري هتغطيه. ممكن بقى تحطي اي صوصات، كراميل، صوص شوكولاتة، اي حاجة. تقدروا تحطوا الصوص من الاول، تقدروا تستنوا عليه لما تيجوا وقت ما تقدموه. بجد وصفة خطيرة. بتشتري القطعة من بره بمبلغ قد كده، وهي في البيت سهلة. من 3 كوبايات بس من الدقيق هنعمل الصينية القمر دي. تقدروا بقى تقدموه مع قهوة، تقدموه مع اي حاجة انتوا بتحبوها. دي كده اول وصفة معانا. يلا بينا على الوصفة اللي بعد كده، وهي قراقيش بالعجوة. وصفة خطيرة. زي ما انتم شايفين، دي القراقيش بتاعه الافران اللي بتتباع بره بمبلغ قد كده. وصفه خطيره جدا وسهله وجميله جدا. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق، هنزل عليه بثلاث معالق كبار من السكر، وهنزل عليه بربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنزل عليه بنص باكت خميره او معلقه صغيره من الخميره، 3 معالق كبار من السمسم. هنحط رشه صغيره من الملح. هقلب كل المكونات دي كويس جدا مع بعض. هيكون معايا حوالي نص كوبايه من السمنه او نص كوبايه من الزبده. هبدأ ان انا اضيفها على الدقيق بتاعي، نص كوبايه، مش من الشوب الكبيره، لا، الكوبايه العاديه بتاعه الشاي الصغيره. هبدأ اعجن كويس جدا، ادخل السمنه في كل الدقيق. هي مش بتبقى ناعمه بالدرجه اللي انتم متخيلينها، ولكن هي بتكون طعمها جميل برضو. بعد كده انا كان عندي لبن رايب قطع مني، انا لبن وانا بغليه قطع مني. كل اللي انا بعمله، هاخد جزء من اللبن واعجن بالراحه. هنزل باللبن ده تدريجيا وهبدا اعجن. هنا مش بنعمل كحك، مش بنعمل نواعم، فانا هبدا اعجنها كويس جدا لحد لما تديني عجينه ناعمه. بصوا، ده كده الاختبار بتاع العجينه، مهما ضغطتي عليها لا بتشقق ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين العجينه مية مية. بعد كده جبت معلقه من السمنه او الزبده، ونزلت فيها بمعلقه كبيره من السمسم، اديتها تشويحه بس على البوتاجاز. وبعدين بعد كده جبت كميه عجوه. انا تقريبا جبت ربع كيلو من العجوه او اقل شويه. هبدا ان انا اعمله كده في الزبده او السمنه مع السمسم لحد لما يبقى ناعم بالشكل اللي احنا شفناه ده. هي للاسف ما كانتش جايه في التصوير، بس انا هعملها لكم تاني دلوقتي. كل اللي انا بعمله، باخد جزء من العجينه واعمله على دايره، واحشي نص الدايره واقفل النص التاني عليها، وابدا ان انا اعمل فيها خطوط بالسكينه زي ما احنا شايفين كده. اسهل حاجه ممكن اعملها كانت الخطوط بالسكينه. جربت ان انا اعملها بالمقص ولكن ما عجبتنيش.
انا هنا باخد جزء من العجينه بفرده على دايره، وابدا احط الحشوه في النص دايره، واخد النص التاني اقفله عليها، وبعدين بعد كده ابدا اعمل فيها الخطوط اللي انا عايزاها. بصوا هنا انا عملتها بالمقص بس ما كانتش احسن حاجه، اللي بالسكينه المشرشره احسن. هنا عملت الكميه بتاعتي كلها، هبدا ان انا اسيبها حوالي نص ساعه مثلا او ساعه لحد لما الحجم بتاعها يتضاعف، وبعدين بعد كده هبدا ادخلها على فرن سخن درجه الحراره 180، الفرن شغال من تحت بس. خلي بالكم من المعجنات بتاعتنا ما بنشغلش الشوايه من اول التسويه، واوقات كتير كمان ما بنشغلش الشوايه اصلا، لان الحاجه بتطلع معايا واخده لون من تحت ومن فوق وبتبقى زي الفل زي ما احنا شايفين كده. يلا بينا على تالت وصفه معانا، وهي الدوناتس. الدوناتس الخطيره اللي بجد بجد لو هتعملوها هتدمنوها، مش هتشتروها من بره تاني. وصفه في منتهى الجمال. بصوا هنا باظت خالص خالص، وصفه خطيره جدا. بنشتريها من بره بقد كده، انا النهارده هعملها بربع كيلو من الدقيق. هعمل كل كميه الدوناتس اللي انتوا شايفينها دي، فلافي هشه مش شاربه زيت ولا اي حاجه. معايا ربع كيلو من الدقيق، عليه نص معلقه صغيره من الخميره، عليه 3 معالق كبار من السكر، رشه من الملح، 2 بيضه، وهحط 2 باكت من الفانيليا. هبدا امكس الحاجات دي كويس جدا مع بعض، وبعدين هبدا اضيف لبن للعجن تدريجيا. تقدروا تضيفوا لبن بودر عليه ميه، تقدري تضيفوا لبن قاطع منك، تقدري تضيفي لبن حليب زي ما انا عملت. بعد كده في الاخر هحط 3 معالق من الزبده يكونوا متدوبين. بعد كده اسيب العجينه دي تتعجن كويس جدا، وهبدا زي ما قلت لكم نضيف اللبن تدريجيا، لان كميه اللبن او الميه انا مش بحددها علشان كل عجينه مش زي التانية، بس انا عايزه قوام العجينه زي ما احنا شايفين كده. بصوا انا عايزه لما اسحبها وافردها كده تكون شبكه الجلوتين تكون اتنشطت كويس جدا. بصوا هنا العجينه برغم من الهشاشه بتاعتها وانها طريه جدا الا انها ما بتلزقش في الايد. تقدروا تعملوها بكذا طريقه، تقدروا ان انتوا تفردوها وتقطعوها باي شكل كوبايه او اي حاجه، وتبداوا ان انتوا تفردوا وتلموا في العجينه. انا ما بفضلش ده، هوريكم اللي انا بقول عليه دلوقتي، ولكن انا بفضل الطريقه دي. باخد جزء من العجينه اقوره، سواء كان هعملها بومبليني اللي هي مقفوله على نفسها مش مفتوحه خالص من النص، او تعملوها زي ما انا عملتها كده. بصوا دي الطريقه التانية اللي هو بنفضل نفرد و... ونقطع ونلم لا انا ما بحبش الطريقه دي بصراحه، انا بستسهل الطريقه اللي انا عملتها في الاول. يلا بينا نعمل الحشوه بتاعه الكاستر. انا هنا معايا لبن، معايا بيض، معايا سكر، معايا نشا وفانيليا. هقلب البيض واللبن، سوري، هقلب البيض والسكر والفانيليا والنشا مع بعض، واحط اللبن يسخن على البوتاجاز. بعد كده انا بوريكم هنا الدوناتس بتاعتنا خطيره في منتهى الجمال. للاسف هنا الكهرباء كانت قطعت، فانا كنت بصور لكم والنور قاطع. بعد كده زي ما انتم شايفين انا بعد ما اللبن غلى مني، انا خدت كبشه منه على البيض، خليط البيض والسكر والنشا، بعادل الحراره عشان البيض بتاعي ما يستويش. بعد كده بدات احط باقي كميه اللبن واقلبهم كويس جدا على النار لحد لما القوام يتقل معايا زي ما احنا شايفين. بنغطيه بالشكل اللي انتم شايفينه ده عشان ما يعملش قشره على الوش. بعد كده الدوناتس بتاعنا احنا قليناه بالشكل اللي انتم شفتوه، درجه حراره متوسطه، ما بملاش الطاسه ابدا، بحط مثلا كذا واحده في الطاسه على قد الطاسه ما تاخد، وببدا ان انا ازينها بالشكل اللي انا عايزاه، وابدا احشيها بالكاستر اللي انا عملته او صوص شوكولاته او اي حاجه انتوا بتحبوها. يلا بينا نعمل دي كمان حاجة كده برضو شبه الدوناتس، بس الفكرة ان هنا شكلها بنعملها شكل المولتو، برضو سهلة وبسيطة، فلافي هشة جدا، ولا شاربة زيت ولا اي حاجة. برضو من ربع كيلو دي هنعمل كل الكمية اللي انت شايفينها القمر اللي قدامنا دي. انا هنا معايا ربع كيلو من الدقيق، معلقتين من السكر، رش صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الخميرة، وباكت من الفانيليا. هبدأ انزل بالمية بتاعة العجن تدريجيا، وبعدين بعد كده هضيف 3 معالق كبار من الزبده لحد لما العجينه بتاعتي تتعجن كويس جدا. بصوا العجينه طريه فوق ما تتخيلوا، بس لما بتيجي تلمسيها لا هي ما بتلزقش في ايدينا، وكمان الشبكه بتاعه الجلوتين متنشطه. بصوا ده بقى كلمه شبكه الجلوتين المتنشطه. طيب لو اتقطعت مننا لا هتكملوا عجن شويه، تمام، وبعدين هنسيبها كويس جدا لحد لما تخمر، وبعدين بعد كده هبدا ان انا افردها. لما بيبقى عامله كميه عجين كبيره بتبداي ان انت تفردي كميه قدامك وتغلفي باقي الكميه علشان العجينه ما تنشفش منك. ببدا اخد العجينه وافردها كويس جدا، هنا العجينه هفردها كويس، وبعدين بعد كده هبدا ان انا اقسمها زي ما انتم شايفين، وابدا اشكلها بالاشكال الشبه الكرواسو او المولتو.
بعد كده بسيبها تخمر تاني، يفضل على ورق زبده او على اكياس تلاجة متقطعه، لان هي بتلزق زي ما انتم شايفين. طب لو لزقت مننا ما نحاولش ان احنا نتعافى عليها، علشان ههبط كل الخمر منها. بعد كده هبدأ برضو اقليها بنفس الطريقة، درجة حرارة متوسطة للزيت، ما بعليش الزيت خالص. هوريكم لو الزيت على بصوا واخدة لون ازاي. شايفين فرق اللون من دي من دي كان الزيت عالي، ودي كان الزيت مظبوط 100%. بعد كده تقدروا تحشوها اي حاجة انتوا عايزينها، سواء كان صوص شوكولاتة او نفس صوص الكريم باستري او الكاستر اللي احنا عملناه في الاول. تقدروا تعملوه في البيت زي ما انا عملته، وتقدروا تشتروه جاهز مفيش فيه اي مشكله. تقدروا تحشوا اي حشوات او تسيبوها زي ما انا هعملها دلوقتي، شويه سكر على قرفه، وتبداوا ان انتوا تقلبوهم كويس جدا مع بعض. تبداوا تقلبوها كده فيها، مجرد ما تطلع من الزيت سخنه تقلبوها في السكر والقرفه، بيمسك عليها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، مع فنجان القهوه. بجد حاجه في منتهى الجمال والشياكه والطعامه. كل الكمية دي من ربع كيلو بس من الدقيق. شايفين لو احنا هنشتري الحاجات دي من بره هنشتريها بمبلغ قد كده، وهي بس مجرد ربع كيلو من الدقيق. شايفين قد ايه هشة وفلافي، والتوريقة بقى اللي فيها بجد تحفة، كأنك عاملة كرواسون ومورقاه بالزبدة. شايفين بجد بجد خطيرة. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش بقى تحطي لي لايك للفيديو، ويلا بينا على الوصفة اللي بعد كده. الوصفه اللي بعد كده قراقيش مقرمشه شويه، مش قراقيش الدايبه اللي احنا عارفينها. انا هنا معايا ربع كوبايه من الزيت، معايا تلت كوبايه من الميه، ومعايا هنا لبن زبادي او لبن رايب او لبن قاطع منك او لبن حليب، مفيش فيه اي مشكله. ومعايا كوبايتين من الدقيق، وهحط عليهم ربع معلقه صغيره من الخميره، وهحط عليها 3 معالق صغيرين من السكر، وهبدا ان انا اعجنهم كويس جدا. انا هنا عجنت بزبادي او اللبن الرايب معانا. هبدا ان انا اسيبها تخمر لحد ما تديني عجينه زي ما انتم شايفين هنا. انا عامله القراقيش دي رفيعه جدا وفيها قرمشه شويه. هبدا اجيب هنا بديل النوتيلا او اي نوع شوكولاته قابله للدهن عندنا، مفيش فيها اي مشكله. وهبدا ان انا اعمل اشكال زي ما انا عملت كده. تقدروا تقطعوا كلها مربعات كده زي ما انا عملت، تعملوها شكل الورده اللي ملفوفه على نفسها، او تعملوها الشكل المربع ده، او تعملوها الشكل القطايف المقفول زي ما احنا عملناها في الاول. زي ما انتم شايفين دي كلها اشكال تقدروا تعملوها، مفيش فيها اي مشكله. حاجه كده في منتهى الجمال ومنتهى الشياكه. تقدري تعملي شكل واحد مفيش اي مشكله، تقدري تقطعيها باي شكل انت عايزاه. تقدري تعمليها زي نظام القرص عاديه جدا وتحشيها باي حاجه انت عايزاها برضو. ولكن هنا انا كنت عاملاها معجنات كده بالنوتيلا او شوكولاته قابله للدهن. زي ما انتم شايفين مفيش اسهل من كده. هتعملي دواير، وتبداي ان انت تحشي الشوكولاته في النص، وتبداي ان انت تقفليها من جناب زي القطايف، او تعمليها مثلثات زي ما انا عملت كده. شايفين معانا هنا كذا شكل. تقدري بقى تجيبي جزء كده من العجينه، وتبداي ان انت تفردي عليه كلها، وتبداي ان انت تقطعيها صغير جدا زي الميني سينابون، او تعمليها ضفيره زي ما انا عملتها كده. بصوا شكلها تحفه، بجد خطيرة. شوية معجنات وأشكال من مجرد بس كوبايتين بس من الدقيق. عملنا كل الكمية القمر دي. بتدخل على فرن درجة حرارة 180، ما بتاخدش وقت في الفرن، نراقبها كويس جدا علشان هي معجنات ما فيهاش مادة دهنية عالية، فبالتالي ممكن تشف منك في الفرن. بعد ما تخرجيها من الفرن هتغطيها كويس جدا لحد لما تبرد، علشان تفضل طرية وهشة معانا. بعد كده بتقدميها بأي طريقة انت عايزاها. بصوا هنا خطيرة يا جماعة، كمية طعامة يعني، ولا هي قراقيش ولا هي بسكوت ولا اي حاجة، جميلة تحفة قمر كده. شايفين النوتيلا بتاعتنا او الشوكولاتة قابلة للدهن دايبة من النص كده وزي الفل. تقدروا تحشوها عجوة، تقدروا تعملوا بيها تحشوها اي حشوة انتوا حابينها. بعد كده معايا القراقيش الدايبة الجميلة القمر الهشة الخطيرة اللي احنا بنشتريها من الافران الكيلو بقد كده. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. انا هنا عملتها القراقيش برضو بكذا شكل. عملتها الساده زي ما احنا شايفين كده اللي احنا بنحطها في الشاي بلبن، وكمان عملتها الرول اللي بالعجوه، وكمان حشيتها القراقيش اللي احنا عاملينها دي بالمحشيه من جوه. معايا هنا كوبايه من السمنه، عليها نص كوبايه من الزيت، معلقه من السكر، معلقه كبيره من السكر، عليها ربع معلقه صغيره من الخميره، وحطيت عليها ربع كوبايه لبن وركنتهم على جنب. معايا هنا نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه 3 معالق كبار من السكر، وفي الاثناء دي دوبت السمنه مع الزيت وجبتهم وقعدت ابس كويس جدا. مرحله البس دي
حتى لو كمية الدهون صغيرة. لو انت شربتي الدقيق كويس جدا بالمادة الدهنية هيطلع معاكي هشة وطرية ودايبة ذوبان. بعد كده بدأت ان انا انزل الخميرة بتاعتي الاول، وبعدين بعد كده ببدأ اكمل العجن، سواء كان بمية او هكملها بلبن، سواء رايب او لبن حليب او لبن قطع منك عادي، مفيش اي مشكلة. هنا بقى القرايش دي مش هقولك اعجنيها كتير. ليه؟ لانك لو عجنتيها كتير هتعضم منك، لان هنا المادة الدهنية كتير شوية عن القرايش اللي احنا عملناها في اول الفيديو. هنعملها برضو بكذا شكل. اول شكل معايا باخد جزء من العجينة وافرده، وابدأ ان انا احط العجوة في النص كده، وابدأ ان انا اقطعها زي ما انتم شايفين. هقطعها اللي هي كعب الغزال، اللي هي بتبقى محشية من جوه عجوة والعجينة عليها من بره. ده كده اول شكل معانا. شايفين؟ سهلة وبسيطة، تقدروا تعملوا شكل واحد، مش لازم تعملوا كل الاشكال. الفكرة بس ان انا بعمل لكم كذا شكل في الفيديو علشان هي مجرد افكار تبداوا ان انتوا تاخدوها. هاخد جزء تاني من العجينة هفرده رفيع جدا علشان انا هلفها رول على نفسها كذا مرة. هبدأ اجيب كيس وافرد فيه العجوة زي ما انتوا شايفين كده، طبقة رفيعة جدا علشان زي ما قلنا هنلفها رول على بعضها. كده عملنا العجينة رفيعة والعجوة رفيعة عشان تديني الرول القمر الجميل اللي احنا شايفينه ده. خلي بالكم ان احنا هنسيب العجينة دي تخمر تاني، فهتبدأ حجمها يتضاعف معانا. هجيب برضو جزء تاني من العجينة وابدأ ان انا افرده بالشكل ده، هعمله على رفيع جدا. دي القراقيش اللي هي الرفيعة اللي احنا بنسقيها في الشاي بلبن، اللي هي السادة خالص اللي مفيش فيها اي مشكلة. وهنحطها على درجة حرارة 180، الفرن شغال من تحت بس. كده نكون خلصنا الوصفة بتاعتنا. يلا بينا على الوصفة اللي بعد كده، وهي عيش الكايزر او عيش البرجر. بجد وصفة هشة فلافي خطيرة، من ربع كيلو بس من الدقيق هنعمل الكمية بتاعتنا دي. انا هنا عجنت بتكنيك عجينة ال10 دقايق. عملت ايه في الاول؟ خدت جزء من الدقيق، حوالي تلت الدقيق، وحطيت عليه الخميرة والمية وضربتهم كويس جدا لحد لما يبدأ يخمر معايا. بعد كده هبدأ اضيف باقي كمية الدقيق، وعليهم معلقتين من اللبن البودر لو موجود، و3 معالق كبار من الزيت، وهبدأ انزل عليهم بربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهبدأ ان انا اعجنهم تاني كويس جدا لحد لما العجينة بتاعتي تلم وتبقى بالجمال والحلاوة دي. هسيبها تخمر شوية وبعدين هبدأ ان انا اشتغل فيها. زي ما انتم شايفين العجينة بتاعتي طرية جدا وفي نفس الوقت هشة وما بتلزقش في الايد. بصوا دي العجينة بتاعتي كيلو و200 جرام. ليه بوزنها؟ علشان انا عايزة الكايزر كله يبقى نفس الحجم ونفس المقاس. طيب بتبداي ان انتي لو مفيش ميزان هتقسميها بالنظر كده زي ما انا عملت. دي كده الكميه بتاعتي من الكميه الدقيق اللي انا عملتها. تقريبا انا استخدمت 3 كوبايات من الدقيق. الاول حطيت كوبايه، وبعد كده في المرحله التانية حطيت كوبايتين. هعمل ايه دلوقتي؟ تقدري تجيبي كوبايه، يعني تجيبي لبن علشان تدهني وش الكايزر بتاعي، او انا هنا معايا لبن عليه معلقه من الزبده. تقدري تجيبي ميه بسكر، تقدري تجيبي اللي هو القهوة سريعة الذوبان بشوية مية من غير حاجة خالص، هتبقى قمر وجميلة وزي الفل. انا اديتها بس رشة من حبة البركة، تقدروا تضيفوا حبة البركة، سمسم، اي حاجة موجودة عندكم مفيش فيها اي مشكلة. هسيبها على الصاج تخمر تاني لحد لما الحجم يتضاعف، وبعدين بعد كده هبدأ ادخلها فرن درجة حرارة 180. الفرن شغال من تحت بس، وهي محطوطة على الرف اللي في النص لحد لما تديني اللون القمر الجميل ده. انا هنا ما شغلتش الشواية، على حسب الفرن بتاعك. زي ما انتم شايفين انا مجرد ما خرجت من الفرن انا غطيتها علشان تفضل طرية وقمر وجميلة معي. بصوا هنا كانت سخنة، مش الصح ان انا يعني اشتغل فيها سخنة، ومع ذلك هشة فلافي، يعني بجد خطيرة. شايفين اللبابة من جوه؟ حاجة كده في منتهى الجمال. شايفين قد ايه هشة وتحفة. تقدروا بقى تحشوها جبنة للولاد، تقدروا تعملوا برجر، تقدروا تعملوا فيها اي حاجة انتوا عايزينها. عايزة اقول لكم لو عملتوا كوباية شاي بلبن وكلتوها كده جنبها بتكون خطيرة. يلا بينا على الوصفة اللي بعد كده، تنفع فطار، تنفع عشاء، وكمان تنفع غدا. فطيرة كده سهلة وبسيطة على البوتاجاز من فوق، مفيش اسهل ولا اسرع من كده. شايفين؟ خطيرة بجد. معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم رشة من الملح، عليهم معلقة ونص من السكر، عليهم ربع معلقة من الخميرة، معايا بيضة، معايا معلقة من الخل، وتقدروا تضيفوا رشة بسيطة من الفانيليا. هاخد كل المكونات دي مع بعض اعجنها كويس جدا، وهنزل عليها بالمية تدريجيا لحد لما تتعجن معايا وتكون عجينة هشة وطرية وما بتلزقش في الايد. نجاح العجينة
العجن كويس جدا لحد لما تنشطي شبكة الجلوتين، وكمان العجينة تكون طرية كده وما بتلزقش في الايد. بعد كده ضفت معلقتين كبار من الزيت وهبدأ اعجنهم كويس جدا. شايفين العجينة بتاعتي عاملة ازاي؟ هبدأ افضل اعجن فيها، انا عايزاها تكون طرية ما بتلزقش في الايد، بس طرية قوي، مش طرية ان انت تعرفي تمسكيها برضو. تمام كده. هبدأ اعجن في العجينة كويس جدا. بصوا اهي، انا عايزاها عجينه طريه سايبه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. شايفين؟ بعد كده هسيبها تخمر في الحله اللي انا عجنت فيها او في العجان اللي انا عجنت فيه. وبعدين بعد كده هدهن ايدي بالزيت كويس جدا، وهبدا ان انا الم العجينه على بعضها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصوا انا عايزاها تكون سايبه قوي كده. انا قسمت العجينه اتنين، هاخد الجزء الاولاني زي ما قلنا انا بدهن ايدي بالزيت، هاخد الجزء الاولاني احطه في طاسه مدهونه بالزيت كويس جدا، وهبدأ احشي اي حاجة. انا حشيت هنا جبنة فتة وشرايح من الزيتون، وكمان كان معايا جبنة موتزاريلا. تقدري تحطي بسطرمة، سوسيس، سجق، لحمة مفرومة، فراخ، بس لازم تكون الحشوة مستوية. بعد كده هبدأ احط الجزء التاني عليه من فوق، وهبدأ ان انا ادهن الوش اي حاجة، سواء مية بسكر او مية بعسل اسود او لبن او اي حاجة انتوا حابينها. هنرش عليها بقى على الوش سمسم، حبة البركة، الحاجات الجميلة بتاعتنا دي. وهبدأ ان انا احطها على نار هادية جدا، يفضل كمان ان انا احط الشياطة تحتيها، وهحطها على نار هادية واغطي كويس جدا لحد لما تاخد لون من تحت. هبدأ ان انا اقلبها على وشها عشان تاخد لون من فوق كمان، وبتكون استوت من جوه وقمر وجميلة وزي الفل. بصوا كده من جوه مستوية وهشة هشاشة رهيبة على البوتاجاز يا جماعه. تقدروا تحطوها في الفرن مفيش اي مشكله، انا بوريكم بس قد ايه هي هشه وخطيره. قدمتها بقى مع شاي بلبن كده، انا كنت عاملاها فطار بصراحه، كانت تحفه جدا، يعني كانك بتاكلي سندوتش محشي من جوه. بصوا قد ايه هشه، ده بجد خطير. ده من اسباب العجينه السايبه اللي احنا كنا عاملينها، الهشاشه دي من اهم اسباب العجينه اللي احنا كنا عاملينها السايبه القمر الجميله. يلا بينا على الوصفه بتاعتنا اللي بعد كده، وهي وصفه تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع اي حاجه، وهي وصفه البيتزا. وصفه البيتزا دي من احسن واجمل الوصفات اللي ممكن تعملوها. يعني لو عندك بواقي تلاجة هتحطيها فيها، مفيش اي حاجه، هتقطعي شويه خضار وتحطيها فيها، علبه تونه، اي حاجه. تقدروا تجيبوا بقى اي كميه دي انتوا عايزينها، نص كيلو، ربع كيلو، على حسب انتوا عايزين تعملوها ايه. معايا هنا نص كيلو من الدقيق، عليه نص معلقه كبيره من الخميره، عليه 3 معالق كبار من السكر، عليه رشه من الملح، وضفت عليه ربع معلقه صغيره من الزعتر، ويفضل يكون زعتر تفرميه بين ايديكي كويس جدا. هبدا ان انا امكس المكونات دي كلها مع بعض، وابدا انزل انا هنا عجنتها بلبن رايب، انا بحب اعجن بلبن رايب لان بجد بيكون خطير جدا يا جماعه. بعد كده جبت اي حشوة عندنا ممكن تتخيلوها. كان عندي شوية لانشون قطعتهم فراخ، وكان عندي باللحمة، وكان عندي سجق كده شوحته، سوسيس شوحته، لحمة مفرومة، تونة، ما عندك بقى اي خضار عندك تقطعيه. بعد كده قسمت العجينة بتاعتي وفردتها في الصواني بتاعتنا. هنا معايا صوص بيتزا، الصوص ده بعمله بشيله في التلاجة لأي وصفة سريعة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الصوص ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن فص من الثوم، بصلاية، طماطم، تقدروا بقى تشووهم او تشوحيهم على البوتاجاز. وبعدين بعد كده ببدا ان انا اضربهم كويس جدا بالخلاط او بالهاند بلندر، وبيكون جاهز معايا. بحط عليهم التوابل بتاعتهم، ملح وزعتر، توم باودر وبصل باودر لو انا مش هحط الطازه، بس انا بحط ملح وزعتر بس، بحط توم باودر وبصل باودر. بعد كده معايا هنا انا عملتها جزئين، جزء بالتونه وجزء باللانشون. بعد كده هبدأ احط عليها جبنة موتزاريلا، جبنة مثلثات، اي نوع جبنة انت عايزاه، مفيش فيه اي مشكلة، وبيدي تطعيمة خطيرة. عايزة اقول لكم بجد بجد لو جبتي جبنة كريمي ودهنتي بيها الارضية مكان مع يعني قبل الصلصة، وبعدين بعد كده حطيتي الصلصة وبدأتي تحطي المكونات بتاعتك، بجد بتكون خطيرة، طعمها بيكون تحفة. شايفين قد ايه هشه وطريه. سمك العجينه انت اللي بتتحكمي فيه، عايزاها رفيعه بتخليها رفيعه جدا، عايزاها تكون هشه كده وفلافي وتخينه شويه. بصوا خطيره خطيره خطيره، شايفين كانها ايطالي 100%، كانك جايباها من محل بيتزا. بجد وصفه سهله وبسيطه، تقدروا تعملوها للفطار، للعشاء، للغدا، تنفع في اي وقت ممكن تقدموها فيه. انا قدمتها مع صوص رانش وكاتشب ومايونيز، تقدروا تقدموها مع اي حاجه انتوا بتحبوها. اتمنى وصفات النهارده تكون عجبتكم، اشوفكم فيديو جديد ومع السلامه.